وبكده يبقى احنا وصلنا لمخبز التميس الأوزبكي، وعرفتوا ازاي تقدروا توصلوا للمكان ده. حبايبي، من ضمن التعليقات اللي لسه بتجيلي لحد دلوقتي على الصفحة الناس اللي بتسألني على مكان فرن خبز التميس لحد دلوقتي، والناس بتبعت لي، مع ان انا في كل الفيديوهات اللي بصورها دايما بنزل العنوان ورقم التليفون على الفيديو. بس انا النهارده بقى قررت اعمل حاجه مختلفه، قررت اصور لكم الطريق لحد فرن التميس. يعني هوريكم الطريق ازاي تنزل في الحي العاشر وتبدا تروح عند الواحه وتروح عند المكان اللي فيه خبز التميس. بس الاول اعملوا لايك كتير وشير كتير للفيديو، ويلا بينا نشوف ازاي تقدر توصل لفرن التميس اللي في الحي العاشر في مدينه الواحه. يلا بينا. شايفين طبعا اللي هناك ده الموقف بتاع الحي العاشر. تركب من اي مكان في القاهره هيوصلك للمكان ده، موقف الحي العاشر او موقف زهراء مدينه نصر اللي هو قدامكم ده. هوريكم اليافطه بتاعته دلوقتي حالا. ده موقف زهراء مدينه نصر. هتركبوا اي حاجه هتجيبكم هنا، تمام؟ وفي صينيه على يميني كده، الصينيه دي في وش الموقف على طول. هتركب بقى توك توك، هتركب اي حاجه، اوبر، هيمشيك كده في الطريق اللي انا ماشي فيه. هناخد الصينيه كده على ايدنا الشمال ونمشي في الشارع ده، الشارع اللي قدامكم ده. الشارع ده فيه صينيه هتقابلنا في الاخر دلوقتي. انا هفضل معاكم لحد ما نوصل. طبعا هنا في المحلات اللي هتبقى دليل ليكم، يعني على يميننا كده هي دي المحلات. وهنيجي عند اخر الشارع اللي فيه الموقف، يعني الموقف كده في ظهرنا، الموقف كده ورايا. هنيجي للشارع هنا هنلاقي فيه صينيه، الصينيه دي، وبعدين في صينيه فيها اللي هي شبكه المحمول دي، 2 شبكتين محمول اللي هم زي النخل ده. وهناخد الشارع ده على طول. الشارع فيه زي نصب تذكاري كده عاملينه هنا، هوريه لكم دلوقتي حالا، اللي هو ده، تمام؟ هنخليه على ايدنا الشمال ونكمل في الشارع على طول. ده بقى هنا مدينه الواحه، يعني دي هتلاقي حتى مكتوب يافطه هنا امن مدينه الواحه. وهنكمل الشارع ده، اسمه شارع ال50 اللي احنا فيه ده. بصوا بقى، هنسيب اول تقاطع اللي هو ده. طبعا زي ما انتم شايفينه في عماير عاليه على اليمين كده، تمام؟ واحنا كده في شارع ال50 في مدينه الواحه. في معرض جوتل هنا، صيدليه منار. احفظوا بقى ايه الاماكن دي عشان الدليل بتاعكم عشان توصلوا لخبز التميس. وفي هنا قهوه اسمها ارجيله كافيه اللي هو ده برضو. هنسيب الشارع بتاعه ده، الشارع بتاعه اهو اللي هو ده، هنسيبه وناخد الشارع اللي بعديه على طول. يعني انتوا بعد ارجيله ده في شارع هيدخلنا يمين، هوريكم على نصيته ايه برضو عشان تبقوا ايه عارفين المكان. في بن الواحه، هو ده على نصيته بن الواحه اللي هو ده. وهناخد يمين من جنب بن الواحه. يا رب يكون العنوان سهل او انا بعرف اوصف يعني. وادي مطب هيقابلنا، احنا لسه في الشارع اهو بعد بن الواحه، خدنا يمين، ادي اول مطب عديناه، وتاني مطب اهو هنعديه حالا هو ده. بعد تاني مطب في مطب كده صغير برضو هو ده. وادينا ماشيين. بصوا كده احنا خلاص، يعني كده احنا على وشك الوصول. وادي رابع مطب. رابع مطب هتلاقوا على يميننا هنا، على شمالنا بقى، على شمالنا هنا صيدليه دكتوره دينا ابو هيبه. شايفينها هي دي. انا هركن هنا وانزل اوريكم بقى ايه الوصفه على رجلي. بعد رابع مطب هتلاقوا صيدليه دينا ابو هيبه اللي هي دي، ومعمل المختبر. وادي فرن التميس هناك اهو اللي هو ده.
شايفينه؟ احنا كده قدامه كمان اولاد رفعت، اولاد الحاج رفعت رجب الخضري، هو ده. وادي عيش التميس هناك اهو، وادي هنروح لحد عنده. يبقى كده في معمل المختبر وصيدليه دين ابو هيبه ومخبز الواحه في العماره اللي فيها معمل المختبر اللي هي دي. وادي خبز التميس اهو. اظن مفيش اسهل من كده عشان حد يعرف يوصل هنا لخبز التميس اللي موجود في الحي العاشر في مدينه الواحه اللي انا واقف وراه ده. طبعا بقالي كتير ما شفتش انا الشيخ عبد الغني. السلام عليكم يا شيخ عبد الغني. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك؟ الحمد لله. اخبار التميس ايه؟ العيش التميس كويس؟ الحمد لله كويس الحمد لله. هو بيعجن اهو ما شاء الله. بكام الرغيف؟ واحد ب 12. ب 12. عشان الناس بتقول لك انتوا زودتوا، لا ما زودوش حاجه، هو لسه 300 وكام؟ 320 جرام. 320 جرام. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. كيف حالك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيب لي نون لا. لا ما اعرفش بيقول ايه بس ماشي. في جبنة، محشي جبنة. ما شاء الله. سنجب شكان نون لا. وعليكم السلام محمد يا عمر. كيلوري لا بس. نون دجولة بنا، نون دجولة أصالة. كيلو راس لا نون باس. خبزات كثيرة. أنواع أربع أنواع. ما شاء الله. أنواع. في جبنة موتزاريلا، في بالردة يعني السمنة. عملت جبنة موتزاريلا؟ في إيه تاني؟ في سمنة يعني بالردة. بالردة سن. عيش سن. سن. اللي هو للتخسيس يعني. تخسيس. في زيت تميس. ما شاء الله. يعني خبز أوزبكي. وفي خبز الأوزبكي. اصلا العيش يفتح النفس بصراحه، يعني شكله تحفه. ان شاء الله. الله. ده بسموسة فراخ بالجبنة موتزاريلا. ده اللحمة. ده لحمة؟ لحمة بلدي. لحمة بلدي بالشحم. ودي محشية فراخ. ما شاء الله. لا نغطيها بقى. بس هم مغطين كمان العيش اللي بيبقى موجود ويطلع بيغطوه كده عشان خاطر برضه ما يتعرضش لأي نوع من أنواع الأتربة. زيك عايز برضه ده. ما شاء الله. الشيخ كريم يعني كيف حاله؟ نون ده أصالة وزمز ده كيلو راس ده. وزي ما شفتوا انا وريتكم النهارده ازاي توصل لخبز التميس اللي موجود هنا في مدينه الواحه.
باسهل الطرق. يعني انت هتنزل عند الموقف بتاع الحي العاشر وتوصل لحد المكان ده زي ما شفتوا الفيديو ده. احفظوا الفيديو عندكم عشان تقدروا توصلوا للمكان ده. اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك والشير، وده على اخوكم بالخير. سلام.